السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقه جديده تانية. معانا آية الاول في بدايه كل حلقه، وبعد كده نشوف الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه. الموضوع في آية النهارده برضه في سورة الأحزاب. ربنا عز وجل بيقول إنا أعوذ بالله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الآية هنا الأمانة، يعني بعض التفسيرات كانت بتقول إن هو العقل، يعني مسؤولية إن يكون إنسان عاقل وواعي ومحاسب على كل حاجة. فهي هنا المسؤولية الأكبر اللي واقعة على عاتق الإنسان. فلازم الانسان يكون كفء لهذا الكلام. وفعلا الانسان ممكن يكون ظلم نفسه او يعني يعتبر ظلمانية نتيجة جهل بسبب ان هو ان هو تحمل هذه الامانة الكبيرة من الله عز وجل. بس ان شاء الله ربنا يوفقنا وي يهدينا الى الطريق المستقيم. ندخل في حلقة النهارده. هو انا دكتور، لو انا عايز اعمل تركيبة رحت للدكتور وقال لي انت محتاج تعمل تركيبة، الافضل اعملها تركيبة ثابتة ولا متحركة؟ وده بيتحدد على حسب هو انا ممكن اقول لك في عامل مثلا لو انت صغير في السن التركيبات الثابته ليك احسن، لان المتحرك هيكون مش حلو. لو كبير شويه ممكن يكون متحرك. بتيجي عند ناس كبيره، عايز اقول لك وده مش شرط، بتيجي عند ناس كبيره بتقول لهم اعملوا متحرك لان ده السن الانسب ليهم. في بعض الناس اللي عندها قدره ماديه بتقول لك لا انا عايز اعمل تركيبات ثابته. في حد بيكون مثلا عنده قدره ماديه اعلى ومهتم بصحه سنانه يقول لك لا انا عايز ازرع، لو الزراعه اقوى واحسن وبتقعد لفتره مثلا اكبر وبتكون بالنسبه للعيان اريح. فزي ما انت عايز. التركيبات المتحركه في ناس كتير اصلا من الناس الكبار، او حتى لو ناس كانت صغيره شويه في السن، في فوق ال 35 الاربعينات زي كده، بتكون بتقرف منها كل شويه تحطها في الاكل في الميه عشان تنضفها والحاجات دي كلها. فعلى حسب كل واحد. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.